في الفيديو ده انا هقولك مميزات وعيوب ان انت تشتغل شغل حر او ان انت تبقى فريلانسر، لان الموضوع ده فيه كلام كتير. فاحنا النهاردة هنتكلم عن الشغل الحر، الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الوظيفة، وبعد كده بقى هنقارن ما بين الاتنين. فخليني النهاردة اكلمك عن مميزات وعيوب الشغل الحر، وتعال نشوف الموضوع ده. طيب، اول ميزة واللي هي بالنسبة لي اكبر ميزة ان الشغل الحر عادل. يعني ايه؟ يعني انت على قد ما هتتعب على قد ما هتلاقي. مفيش بقى ان انت تشتغل وحد تاني ياخد مجهودك، او ان انت مثلا تتعب او في الشغل وواحد تاني بيمثل انه بيشتغل يبقى هو اللي واخد اللقطة زي ما بنقول. لا، في الشغل الحر مفيش ده. انت على قد ما هتتعب على قد ما هتلاقي. تاني ميزة وهي ان انت رئيس نفسك. انت اللي بتحدد امتى تشتغل وامتى تريح، انت اللي بتحدد الحاجة دي تتعمل ازاي. مفيش حاجة اسمها مثلا ان انت في دماغك فكرة او ان انت في حاجة عايز تعملها ومديرك يقولك لا، او انا عايزها بالشكل الفلاني. الكلام ده في الشغل الحر مش موجود. انت بتبقى رئيس نفسك وانت اللي بتحدد كل حاجة. ودي برضو تدخل في العيوب، بس خليني ابقى اقولها لك في العيوب لما نيجي للعيوب. ولكن تاني ميزة هي ان انت مدير نفسك، انت اللي بتظبط الدنيا لنفسك. تالت ميزة وهي يعني تابعة للميزة اللي فاتت، ان انت بتاخد اجازات براحتك. انت مثلا جاية معاك تشتغل النهاردة، تمام. مش جاية معاك وعايز تريح، تقدر تريح. انت اللي بتحدد اجازاتك بمزاجك. مفيش بقى انا ليا رصيد اجازات وانا عايز اخد اجازة، لا في ضغط شغل، لا مش هينفع تاخد اجازة. مفيش الكلام ده. انت من اما بتقرر تريح بتريح، من اما بتقرر تشتغل بتشتغل. ودي هتدخل ضمن العيوب، خلي بالك. بس احنا دلوقتي بنعتبرها ميزة. خليها بقى لما نتكلم عن العيوب نبقى نقول هي ازاي ممكن تبقى عيب. رابع ميزة وهي ان انت هتسعى انك تطور نفسك، لان ببساطة انت صاحب الشغل وانت اللي بتعمل كل حاجة. فهتهتم ان انت تطور مهاراتك، لان لولا المهارات دي انت مش هتقدر يعني تكسب فلوس. فهتضطر انك تطور مهاراتك، لان المهارات دي هي اللي انت قصادها هتاخد فلوس، يعني دي اللي انت هتشتغل بيها. فهتلاقي نفسك دايما بتحاول ان انت تتعلم حاجة جديدة، ودايما بتحاول ان انت تطور من نفسك. فدي تعتبر يعني من المميزات المهمة جدا في العمل الحر. خامس ميزة وهي ان انت اي حاجة بتعملها فانت بتعملها لسمعتك انت ولشخصك انت. يعني انت مثلا عملت حاجة كويسة، فده بيضاف في رصيدك انت كشخص، على عكس ان انت تكون شغال في مكان. انت شغال في مكان فانت مجرد ترس في مكان. لكن في الشغل الحر بتبقى انت شخصيا البراند، انت شخصيا اللي كل حاجة بتعملها هي بتعود ليك في النهاية. طيب، نتكلم عن العيوب بقى، واللي هي اكتر من المميزات الحقيقة. فاكرين كده الموضوع بتاع انت مدير نفسك وانت رئيس جمهورية نفسك؟ ده يعتبر عيب. طب ده يعتبر عيب ليه؟ لان انت والله مش جاي معاك تشتغل النهارده، مش جاي معاك تشتغل بكره. تلاقي نفسك ممكن تريح، وتلاقي نفسك في بعض الناس كده بيحتاجوا ان حد يبقى فوق دماغهم عشان يشتغلوا. فلو انت بتقدر تسيطر على الموضوع ده فتمام. لكن لو انت محتاج اللي يبقى فوق دماغك ويتابعك ويقولك اعمل كذا وما تعملش كذا، فطبعا الموضوع ده مش هينفعك. تاني عيب وهو ان انت بتشتغل وقت طويل جدا، يعني على عكس المتوقع. لا، انت كواحد شغل حر، عايز اقول لك انت ممكن تشتغل 16 و17 ساعة في اليوم عادي. بس في المقابل في ايام تانية انت ممكن تريح فيها تماما. بس الفكرة بقى ان انت في الشغل الحر انت بتبقى شغال وقت طويل جدا، لان الشغل بتاعك في النهاية. فبتلاقي نفسك مفيش بقى ان انت بتفصل. مفيش اللي هو انا هقعد 7 ساعات وشكرا على كده، لا. انت بتبقى على طول شغال، وحتى بعد ما بتخلص شغل بتبقى دايما دماغك شغالة في الحاجة اللي انت بتعملها. تالت عيب وهو المزاج. الشغل الحر يعني للأسف انت لو مزاجك مش حلو انت ممكن ما تعرفش تشتغل، وممكن ما تشتغلش اصلا. يعني انت ممكن يا تطلع شغل بكواليتي قليل، او يعني تكروت الشغل زي ما بنقول، او ان انت ما تشتغلش اساسا. فلو انت سايب نفسك لمزاجك، فيعني عايز اقولك انت مش هتلاقي تاكل. فده يعتبر عيب كبير جدا. يعني ان انت ما فيش بقى، يعني انت مثلا في الشغل، انت لو انت شغال يعني في شركة او في مكان، انت ليك تاسكات هتخلصها وانتهينا على كده. والله مزاجك حلو مزاجك وحش، انت غصب عنك هتقوم بشغلك، لان في مرتب اخر الشهر هتاخده. انت في مرتب عارف ان انت كده كده هتاخده. لكن في الشغل الحر مفيش الكلام ده. في الشغل الحر انت لو مزاجك مش حلو انت ممكن تطلب معاك انك ما تشتغلش. وطبعا مرة في التانية هتلاقي نفسك في الاخر يعني لابس في حيطة. فده يعتبر عيب كبير جدا. العيب اللي بعد كده ان مفيش بقى ولا تأمين ولا تأمين صحي ولا اجازات مدفوعة، مفيش الكلام ده خالص. يعني انت هتبقى دايما حاسب الكلام ده، اللي هو مثلا انت شايل شوية فلوس كده على جنب، اللي هو احتياطي، بحيث بدل التأمين الصحي بمعنى أصح. ولكن ده عيب، ده بيشيل من على دماغك القلق من ان انت مثلا هتتعب او هيحصل اي حاجة، فهتلاقي اللي يعالجك. لكن انت في الشغل الحر لا، انت بتبقى دايما شاغل دماغك وحاطط كده حاجة على جنب، بحيث ان لو لا قدر الله حصل اي حاجة تعرف ان انت تتصرف. العيب اللي بعد كده وهو الدخل مش ثابت.
يعني انت حبة فوق حبة تحت، انت ممكن النهاردة تعمل دخل ما حصلش وبكرة بعده انت مفيش خالص. فده يعتبر عيب، ولكن انا عن نفسي بشوفه ميزة، لان انت على قد ما هتتعب على قد ما هتشتغل على قد ما هتاخد. بس ده عيب لان انت بتبقى على طول قلقان، انت 24 ساعة محطوط تحت ضغط، انت 24 ساعة حاسس ان انت محتاج تشتغل على طول عشان تقدر ان انت ما يجيش عليك يوم مفيش دخل. العيب اللي بعد كده هو لو انت مش مهتم بصحتك، فدي هتبقى كارثة، لان انت اساسا يعني انت صاحب الشغل، انت اللي بتعمل كل حاجه، وقعدك كتير بقى في شغلك مثلا قدام اللاب ده هيتعب جسمك. فلازم تهتم بصحتك، لان هي دي فعليا راس مالك، دي انت لو تعبت خلاص مفيش بقى ولا دخل ولا في اي حاجه. فده عيب ان انت جسمك هيتعب من كتر الشغل ومن كتر القعده، فلازم ان انت تركز في الموضوع ده لان ده يعتبر اهم حاجه. العيب اللي بعد كده، وهو شخصيا ما بيفرقش معايا بس هو ممكن يفرق مع ناس كتير، ان عادات المجتمع او نظرة الناس ليك ممكن تختلف شوية. يعني لسه في ناس عندها فكرة ان والله انت فريلانسر فانت يعني ايه، مش لاقي شغل، اللي هو انت بتمشي حالك لحد ما ربنا يكرمك. في ناس كتير لسه معتقدة الاعتقاد ده. ممكن وانت بتتجوز اصلا تلاقي الاسرة اللي انت رايح لها بتفكر بالطريقة دي. فده برضو يعتبر عيب، لان انت الناس اللي حواليك بيبقوا شايفين حاجة تانية غير الحقيقة. يعني الحقيقة ان انت شغال، وعايز اقولك انت ممكن تعمل فلوس، او انت اكيد هتعمل فلوس اكتر بكتير من المرتب اللي انت هتاخده في اي شركة. بس اغلب الناس لسه بالفكر القديم ان انت والله انت شغال في شركة فانت كده شغال، انت فريلانسر لا انت عاطل، لو انت بتقلب رزقك بمعنى اصح. اتمنى اكون يعني نقلت لك الصورة كاملة ووضحت قدامك المميزات والعيوب للشغل الحر. في الفيديو اللي جاي بقى هقولك ازاي تتنقل من الوظيفة للشغل الحر لو انت بتفكر تعمل ده، بحيث ان انت ما تلبسش في حيطة في الاخر. فلو الفيديو فادك بأي حاجة متنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.